بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة إن شاء الله من قناة الخير بعنوان كيفية القضاء على الفيروسات والأمراض التي تصيب الفراخ البيضاء في هذه الأيام. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن كنت أول مرة تتفرج عليا تشترك في القناة وتشجعنا بالتواصل إن شاء الله رب العالمين، وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل بتاعكم اللي بيشجعني دايما ويديني ان انا استمر دايما على طول معاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. والله النهاردة الحلقة ان شاء الله رب العالمين هتبقى بعنوان ازاي نقضي على الامراض والفيروسات اللي بتصيب الفراخ البيضة في الايام اللي احنا فيها دي ان شاء الله رب العالمين. رجاء ابقوا معي لاخر الحلقة. في احباب دايما على طول، سبحان الله، يعني الامراض الايام دي كترت قوي بطريقه مش مظبوطه، والفيروسات وحاجه بصراحه يعني ما تعرفش، يعني اسباب كتيره وعوامل كتيره بتساعد على الانتشار الفيروسات في الجو. ولكن احنا بفضل الله يعني شويه حاجات كده يعني ومعلومات بسيطه احنا بنحاول ان احنا ننفذها على ارض الواقع، وبنتحايل عليها ان شاء الله رب العالمين، وبامر الله بتعدي. منها أول هام عملية النظافة. نظافة المكان اللي انت هتربي فيه، سواء بتربي أرضي أو سواء بتربي في بطاريات. زائد انك انت بتنتقي المكان اللي بتجيب منه الكتاكيت. لازم تجيب كتاكيتك من مصدر موثوق منه جدا، لان للأسف الشديد يعني المصادر الغير موثوق منها بصراحة بتعمل سرطة كتير ومشاكل كتير في الدورة، وبتصرف كتير، ويا إما يعدوا يا إما ما يعدوش، ويعني حاجة بصراحة حاجة تزعل يعني. ولكن يا أحباب لازم تشوف حد مصدر موثوق منه إنك أنت تجيب منه الكتاكيت بتاعك. ده أول هام. تاني هام يا أحباب النظافة، يعني بكررها دايما على طول في كل فيديوهاتي: النظافة النظافة. عامل النظافة دايما على طول، سواء بتربي أرضي أو في بطاريات طبعا. وأنا كنت يعني سبق في حلقات سابقة قلت إن تربية البطاريات تربية ممتازة بفضل الله. نسبة الأمراض فيها يعني مش زي الأرضي، يعني تكاد تكون ضئيلة جدا عن الأرض. يعني بصراحة الأرض مشاكله كتير كتير أوي أوي أوي. انما البطارية في عامل النظافة ان الفرخ بيشرب مية من قلب القب بتاعه بنظافة، ما فيش فيروسات، ما فيش فضلات منه لا قدر الله ولا حاجة. انت واخدين بال حضراتكم، فتعمل مشاكل. زائد لما بيجي ياكل زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بيمد راسه ياكل بره العلافة خالص، بره البطارية خالص، وبياكل بنظافة يعني وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي الفرخ نظيف وجسمه مش متوسخ، عامل نظافة جميل. فبالتالي الفيروسات والأمراض مش هتبقى معاك زي تربية على الأرض. ولكن يا أحباب طبعا هي يعني سبحان الله نصيب ورزق. ولكن طبعا احنا بنجتهد وبنتحايل في سبيل ان ربنا يرزقنا، وكل واحد ربنا يرضيه ويرزقه من المشروع دوت. طبعا يا احباب المشروع ده هو زي سبق قبل كده وقلت في حلقات سابقه، عاوز شويه اهتمامات. انك تجيب بطاريه، ويعني تجمد شويه تجيب بطاريه. البطاريه يعني هتجيبها وبعد كده هتبدا تستمر فيها وتبدا تربي، والدنيا هتبقى كويسه معاك. زائد العامل الثالث بقى يا احباب من نجاح الدوره، انك انت تحاول تحافظ على درجه الحراره في المكان والتهويه. درجة حرارة المكان والتهوية، درجة الحرارة مهمة جدا، ونفس الوقت بتهوي المكان، بتخلي الفرخ يبدأ يتنفس معاك. يعني لازم يبقى في قلب الأوضة سواء صيف شتاء معاك، المكان اللي انت بتربي فيه لازم يبقى عندك شفاط زي اللي انت شايفه ده. شفاط اهوت يا احباب، شفاط اهوت. لازم يبقى عندك شفاط في قلب المكان اللي انت بتربي فيه بالشكل ده، لازم. ويفضل طبعا يبقى معاك ترموستات لفصل الشفاط وتشغيله في أوقات ثابتة أنت بتكررها على طول، تبع حرارة الجو في المكان. يعني أنا في الأيام ديت بظبطه على درجة حرارة، بظبطه على ربع ساعة وربع ساعة، ربع ساعة وربع ساعة، يشتغل ربع ساعة ويبطل ربع ساعة. هو لما بيقفل أحيانا كده أبص الفراخ ألاقي الفرخ قاعد
ان هو قاعد بيتنفس من بقه فاتح بقه. واخدين بال حضراتكم؟ ده بيدل ان في نسبة رطوبة في المكان عالية والحر مش مظبوط. طبعا احنا الايام دي ايام حر والدنيا مش مظبطة، فيعني على قد ما تقدر انك انت تحافظ على درجة حرارة المكان. طبعا الفراخ في الاعمار ديت درجات الحرارة طبعا في جدول انا سايبه في القناة في تظبيط درجات الحرارة، من درجات الحرارة اللي بيستعملها الكتكوت من اول عمر يوم لغاية آخر الدورة. فيجب يا أحباب الحفاظ على درجة الحرارة مع التهوية في المكان. بكده إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين الدنيا هتظبط معاك والدورة تعدي معاك كويس. زائد شوية يعني مثلا اللي هي المقويات اللي احنا بنحطها دايما، حاجات أعشاب، حاجات طبيعية جدا، اللي هي التوم البودرة والبصل البودرة والكركم وحبة البركة. ودي دايما على طول بخلطها على العلب بتاعهم وبحطها لهم. فشوية البهارات دوت ما شاء الله ما شاء الله، يعني أعشاب طبيعية، رافع مناعة قوي جدا 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 جدا، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فده يا احباب بكده ان شاء الله رب العالمين تقدر تحافظ على المكان بدون فيروسات، بدون امراض، بدون اي حاجة. واتمنى ان الحلقة تكون حلقة مفيدة وبسيطة. ونرجع نقول اتمنى الاشتراك في القناة اذا كنت اول مرة تتفرجوا عليا. ان شاء الله رب العالمين اتمنى الاشتراك في القناة وتشجيعنا ان شاء الله رب العالمين، والصلاة على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل عام وحضراتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.